راح فين بس؟ لا لو سمحت. اوه، ما شفتش راجل كبير معدي من هنا؟ راجل كبير؟ لا والله ما شفتوش بالاذن. لا اسمعني بس، راجل كده لابس بريه كده وحمالات وشكله غريب كده. ايوه انت قصدك قموصي؟ قموص. قاعد بيعيط هناك اهو. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بوب بيعزف على القصب حلو قوي. بابا، ايه ده؟ هو ازاي الناي لسه بيعزف وانت مش حاطه في بقك؟ ثانية واحدة. نعم. مالك بس يا بابا؟ سيبوني لوحدي لو سمحتوا. ماشي. خد يا ابني، انت هو ايه الطاعة دي من امتى؟ انا متضايق. يا بابا اهدى بس يا بابا، انا مش عايز اشوفك بتعيط. انا دموع التماسيح دي بتقتلني. دلوقتي صدقت دموع التماسيح. بس يا تيمون سيبه يعيط. عيط يا عم عيد، عيط براحتك على فكره. انت عارف ان الدموع دي مفيده للصحه النفسيه؟ بجد؟ بتهزر ولا بتتكلم بجد؟ دي مفيده جدا. انت لما بتعيط الغدد القذريه بتفرز محلول ملحي كده، ده بيطهر المنبار اللي هي الامعاء البغيضه يعني. ايوه، انا اكل براحتي بعد كده واتقل وبعدين اعيط؟ ايوه طبعا. خلاص بقى يا بابا، ما تقفورش كده. هو ايه اللي مركب الراجل ده عليك قوي كده يعني؟ اصل اكيد ما ضربكش بالقفا يعني. ضرب. حتى ولو يعني ما ركبهاش كحمار يعني، بالعكس ومشي يزفك. ركب. حتى لو ركبك ما لبسكش ست يعني وزفك في البلد كلها. لبست برضه. طب وانت عملت ايه لما عمل كل ده؟ قمصت. ذكر يا عم عيد. لا انت ما تعرفنيش. انا لما اتقمص ما بشوفش قدامي. ايوه، بتعمل ايه بقى يا بابا؟ باجي تحت الشجره ديت واعيط، واللي يزعل يزعل، وبقولها بقى على صوتي يا بلد: اي حد هيضايقني هاجي تحت الشجره دي واعيط، واللي يزعل يزعل. طب انت موطي صوتك ليه؟ عشان ما حدش يزعل. بص يا بابا، واضح ان انت منهار نفسيا من الراجل ده. الراجل ده اللي ركبه عليك ان هو كسب الكرومبا الذهبيه. ايوه. احنا عشان نرجع لك كرامتك هنلعبه تاني على الكرومبا الذهبيه. انت بتقول ايه؟ ايوه يا بابا، هنتحداه هو وعيلته وهنلعبهم على الكرومبا الذهبيه وهنرجع لك كرامتك. بجد يا تيمون؟ اسمع الكلمتين دول يا عم عيد. دورة الألعاب الكولومبية الباراسيتامولية 2020 بتاعة عيد ميلاد عزت وولاده خلصت. أخيرا. ولا يا زومبي. ايه؟ طول عمرنا عارفين ان السمك بنصطاده من النيل، يا اما من البحر يا اما من الترعه اللي حدانا في البلد. ايه؟ امال ايه يا ولا الاختراع الجديد دي بتاع المزرعه السمكيه؟ لا انا اقول لك يا ميمون، المزرعه السمك، عارف السمك المشوي بالاخص بيبقى متبقي منه شويه سفه، بنرميه في الارض، نحط ميه، نكتر ميه لان السمك بيحب الميه زي ما انت عارف وزي الرز برضه، فتقوم الشجره طالعه طرحه سمك. سبحان الله، ما كانش على ايامنا الموضوع ده. بقول لك يا ولا، ما تشوف لنا الارض الغربيه نعملها مزرعه سمكيه. لا يابا، دي مش هتنفع. ليه؟ مليانه قطط يامي. نفكر لها في حاجه القطط دي، نجيب لها فران تشتغل بيها وتسيب لنا السمك. ايوه صح كده يابا، برافو عليك. اكتموا على الموضوع ده خالص احسن انبوصه جه. اسمع كلامي كويس يا عم سعيد واحشي بيه ودانك. احنا هنرجع دورة الألعاب الكولومبية وبنتحداك انت وعيلتك. يا اهلا بالمعارك ويا مرحب بالمنافسي. منافسه ايه وفي مستوي؟ ايوه صحيح. لا اسمع بقى يا حبيبي انت وهو، احنا هننافسكوا بشرط. لو كسبناكوا انت بنفسك يا عم سعيد قدام البلد كلها هتيجي على دماغ حمايه وتبوسها وتقول له انا اسف يا قموصه. يا عيد. يا عيد والله قموصه احلى. قموصه. تعال خلاص يا بابا. أنا موافق بس على شرط، لو احنا كسبنا المسابقه عيد يروح للسجل المدني ويغير اسمه من عيد لقموصه. ها قلتوا ايه؟ اوعى توافق يا تيمون. يا بابا ما ينفعش دلوقتي نرفض بعد ما فردنا صدرنا. اسمك هيبقى تيمون، قموصه مش حلو.
مش مشكله دلوقتي قول ماشي وبعد كده نتصرف. قول له ماشي. خش. وافق. منافسه شريفه. على حسب. عاش يا قموصه. أعزائي الحناديق ومحبي المحاشي والكرنب في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في دورة الألعاب الكرنبية لموسم 2019-2020. يشرفني ويسعدني أن أقدم لكم هذه المسابقة. معكم عضو الاتحاد الكرنبي الدولي والعضو المنتدب بالاتحاد الأفريقي الكرنبي بسيط. تسجيل. ايه بسيط يعني؟ مش فاهم. اسمي بسيط. من حرفين يعني؟ مي مثلا؟ أنا اسمي بسيط. اسمك بسيط. أيوه. اسمك ايه بالكامل؟ بسيط لي مهلهل بنجاح. ايه بنجاح ده؟ مش فلاح جزائري؟ يا عم أنا فلاح مصري من حندوق الكرنبي. ماشي، انا اسف. حد من المتسابقين يسألني ويقول لي احنا ليه ما كناش بنعمل الألعاب الكرنبية الفترة الأخيرة؟ ليه؟ أقول له الألعاب الكرنبية كانت متوقفة الفترة الأخيرة بسبب قموسة. الليلة ليلتك يا عروسي. قموسة الليلة ليلتك يا عروسي. مش عايزين تهريج. حاضر. هذه المسابقة يتنافس عليها اليوم فريقين. نبدأ بحامل اللقب وفريق الأستاذ سعيد. اسم فريقك إيه يا حاج؟ بلاطة سراي. واضح يا حاج. أما الفريق الثاني بقيادة الأستاذ قموس. بس أنا بس اللي أقول الأستاذ عيد وفريق خميس سان جيرمان. الألعاب الكرنبية تنقسم إلى شقان. الشق الأول وهو الشق البدني، والشق الثاني هو الشق الثقافي. وفي نهاية كل يوم هنجمع نقاط الفريقين وهنحسب كل حاجة بالورقة والقلم. فلتبدأ الألعاب الكرنبية. ودلوقتي مع سباق الحمير، ومش عايز اسمع صوت حمار. انا ما فتحتش بقي يا ددع. مش انت يا ددع. حد من الجماهير يسألني ويقول لي ايه هي صفات ومميزات سباق الحمير؟ انا اقول له السرعة، القوة، خفة الحركة، خفة الدم. خفة الدم من صفات الحمار؟ لا دي من صفات تانية. وخلاص اكتم يا حاج، مش عايز امد يدي عليك. ودلوقتي نبدأ المسابقة.